صبري رحيل. وسط الملعب عمرو السولية وحسام غالي، امامهم كل من عبد الله السعيد واجاييه وميدو جابر، وفي المقدمه اللاعب سليماني كوليبالي حكم مباراه اليوم الحكم الجنبي مكاني جسامه، في حين فريق نادي الاهلي بدايه والكبير على عبد الله جنب الشمال. صبري رحيل عاملها حلوه، كوليبالي امامنا هنا في هذه الكره في هذه اللقطه. 5 اهداف مع النادي الاهلي، سجل في الداخليه هدفين وسجل في بتروجيت واسوان وطنطا. ودي كره صبري رحيل وكوليبالي راسيه، لكن توستر كان محظوظ فيها وتطلع العاشقه المحبه في ملعب اللقاء في ملعب برج العرب. الكل ينتظر هل حانت اللحظه، هل حان وقت الهدف الاول. صبري رحيل الكره العاليه اجاييه، ولكن يطلع طول، يطلع توستر وينتقل على طول الهجوم. ادي الهجمه السريعه، عندهم قوه هجوميه، عندهم سرعات. ادي دور عمرو السولية، لمسه حلوه قوي من جانب عبد الله السعيد. ادي ميدو جابر، ميدو يعملها عرضيه والكره غير اتجاهه، ولكن على طول في دفع وخطا على كوليبالي. دفع وخطا كوليبالي. هل يكون فيليكس جديد؟ هل يكون فلافيو جديد؟ هل يكون مالك ايفونا جديد؟ بعد ما شفنا بعض الاسماء، انطوي ودومينيك وطبعا اللاعب اوسو جونالو مسلم بيحاول يبدا الهجوم امامنا. انطلاقه بيكمل محمد نجيب اللي بيلتزم واللي بينضبط في ادائه. وادي الكره العرضيه نجيب كوليبالي، ولكن توستر. شوف نجيب كمل النادي الاهلي. 5 اجاييه، حسام غالي تتكعبل في رجله، تقف الكوره تعدي من عبد الله السعيد. هنا بقى الهجمات السريعه والخطيره المرتده، لم حلو قوي اللاعب سكالا خطر يا ولد يا محمد نجيب، يا ولد يا محمد نجيب، روعه وخطر على فيليكس امامنا. نياندي امامنا اهو، ادي امامنا اهو اللاعب الجديد اللي جاي فيليكس نياندي مع هذا الفريق قادما من فورست واندررز، جايب 11 هدف في الموسم الماضي. لكن محمد نجيب روعه، محمد نجيب اجاييه عايز يعدي وعدى حلو قوي، لازم يطلع الكره اسرع. عبد الله السعيد لا، راح المره دي ميدو جابر، عبد الله كمل في العمق. ادي امامنا ميدو لعبد الله، خد يا عبد الله يلعب على طول لميدو، لكن على طول التغطيه الدفاعيه من اللاعب رقم 4 مويو. يعني تراجع شويه في الفتره الاخيره، فاز في لقائه الاخير واصبح عنده 63 نقطه، الزمالك 51. ودي انطلاقه والجبهه الشمال صبري رحيل يلعبها المره دي على الارض، ولكن كره تصل من اللاعب توانجا بويمبا امامنا هو اللي يصل بهذه الكره وسقوط اللاعب اجاي. اللقاء في الدقيقه الاولى ايضا كره عبد الله السعيد، في الدقيقه الثانيه فرصه كوليبالي الهائله من عرضيه صبري رحيل في الدقيقه الرابعه اللي مرت وراعت على النادي الاهلي. وادي عبد الله السعيد يضع الكره ولكن عاليه الى خارج الملعب. عبد الله السعيد 8 اهداف افريقيه لعبد الله السعيد مع النادي الاهلي. ادي عبد الله السعيد، سليم وكابتن جندي ومكاوي وعبد الجليل، اسماء كبيره ونواصل اجيال. وادي الكره الاولى من كوليبالي، لكن ليست هدف الاول. الكره الاولى من كوليبالي بالقدم، واحده بالراس والقدم وواحده بالقدم، كان ممكن تكون هدف، لكن بيتحرك حلو قوي، بيتحرك بشكل مميز. جماهير بتستعجل الفوز والانتصار امام الفريق الزامبي. ادي امامنا كوليبالي ولعبها زاويه صعبه، زاويه ضيقه، مجنح، لكن عنده الاحساس عالي قوي بالمرمى الى خارج. فرصه كبيره، صخره دفاع جديده بعد وقت استلام على طول. ميدو عدى حلوه قوي، ميدو ادي ميدو جابر، محمد جابر توفيق اللي كان ممكن يسجل اول اهدافه امامنا اهو المقصه، وقبلها كان في الالومنيوم نجح حمادي. شوف امامنا عدى ميدو جابر اللي لفت الانظار الحقيقه، طور اداؤه كتير قوي في الفتره الاخيره، اصبح عنده الحقيقه يعني ثقه، عنده رغبه يثبت اقدامه الفتره الاخيره. احمد فتحي على طول تحرك المره دي، لكن شوف الادوار، احمد تحط جسمه حلو قوي، عدى ابو ملاجع عمل عرضيه، يا ولد العرضيه، لكن هنا على طول التدخل، يشيل على طول، يشيل اللاعب شيله فيها امامنا اهو، لكن مره تعود الكره. اجاييه اتزعلق اللاعب مويو، وادي استلام على طول. عبد الله لازم اسرع، عبد الله لعبها حلوه قوي. اجاييه سيبها راجل صبري، لكن هو داخل منطقه الجزاء، واجاييه مستعجل دائما. واللمسه الاخيره هذه المره بقى من كوليبالي هو اللي كان في اللقطه، ليس جونيور اجاييه، هو سليماني كوليبالي اللاعب الايفواري، لاعب كوت ديفوار. شوف امامنا قال لك املك الكثير لتقديمه للنادي الاهلي، واختير لاعب الشهر في النادي الاهلي شروه اللي بيحمل رقم 5. النادي الاهلي ما شفنالوش ركنيات
ما شفنالوش الكرات اللي يحاول من خلالها. النادي الاهلي بيحاول الاختراق من العمق النهارده في اكتر من كوره، لكن الكرات الخطيره اللي جت من الطرفين، كره صبري رحيل والكره بتاعت امامنا اهو ميدو جابر قويه، لكن امام تكتل دفاعي كبير. والهجمه السريعه هنا من الفريق الزامبي فريق زناكو، وانطلاقه عمرو السوليه عامل الدور الدفاعي يا ولد 10 على 10 ويلعبها لمحمد نجيب. ولكن خلي بالك يا نجيب كل كره فيها التحام وفيها قوه من جانب الفريق الزامبي. امامنا هنا خطوره الفريق الزامبي في السرعات وفي الالتحامات. وادي شوف داخل الراجل بمنتهى القسوه ارنست في اللقطه الماضيه، ويعلن امامنا بكاري جسامه نهايه الشوط الاول هنا في ملعب اللقاء في برج العرب ما بين الاهلي المصري صاحب الالقاب القياسيه 8 القاب وزناكو الزامبي. التعادل للزميل احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا نعود هنا في ملعب برج العرب نتابع احداث الشوط الثاني من هذه المباراه، وكما نتابع يبدو هناك تبديل، خروج ميدو جابر ودخول اللاعب وليد سليمان يدخل مكان ميدو جابر. ادي امامنا وليد سليمان التبديل الاول للنادي الاهلي. خرج ميدو جابر، نزل وليد سليمان. تعادل سلبي الشوط الاول، استحواذ النادي الاهلي والفاعليه لم تكن موجوده. النادي الاهلي ركز على عمق الملعب، لم يوفق كوليبالي في الكرات اللي وصلت له، كرات كثيره خلصت عند اللاعب اجاييه. الاداء النادي الاهلي نتمنى ان شاء الله يتطور. زناكو اللي تكتل وضغط على النادي الاهلي في العمق وقفل دفاعاته بشكل جيد وضيق المساحات، وبعض الهجمات القليله الحقيقه كانت من نادي زناكو الزامبي. التعادل السلبي المجموعه الرابعه دوري ابطال افريقيا مرحله دور ال 16 بالنظام الجديد، 4 مجموعات. ادي امامنا هنا اول كره لوليد، انطلاقه صبري رحيل العرضيه، الهدف الاول يضيع عن طريق هذا اللاعب امامنا اهو، يدخل في الشباك اجاييه. اول كوره صبري رحيل النادي الاهلي في حراسه المرمى، شريف اكرام، احمد فتحي في الدفاع ونجيب ورامي ربيعه وصبري رحيل وسط ملعب، حسام غالي والسوليه، المايسترو عبد الله السعيد، وليد سليمان مكان ميدو جابر، كوليبالي واجاييه، وركنيه للنادي الاهلي على طول تتلعب. اول كوره كانت من صبري رحيل، وادي راسيه كابيتانو وتصدي من توستر، عرضيه صبري. الاهلي بيبدا الاهلي بقوته، الاهلي بجمهوره، الاهلي بحضوره في ملعب برج العرب، وعرضيه كانت من صبري رحيل ثم راسيه من حسام غالي. ادي كرات اللي بالطرف، وادي مره ثانيه ركنيه النادي الاهلي لعبها عبد الله، وادي التسديده احمد فتحي، لكن بعيد احمد فتحي. كوره من احمد فتحي. النادي الاهلي بيبدا في اول دقيقتين من الشوط الثاني الضغط القوي، ريتها حلوه قوي. احمد فتحي يسدد، ادي احمد فتحي غالي يلعبها حلوه قوي عبد الله السعيد، لكن شوف التكتل، لازم نلعب على الطرف اكتر مش بالعمق. وليد سليمان يدخل في العمق، وليد وعبد الله مساحات الضيقه خلي بالك، ويلعب البينيه، وادي الهات وخد برضو احد الحلول. يا ولد عملها حلوه لعبد الله الوليد، يا ولد على الهجمه الحلوه، الوان تو الجميل. ادي امامنا هنا الوان تو الجميل في اللقطه الماضيه. ادي الحضور زي ما قلت لحضراتكم، مهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه، استاذ كامل زاهر، احمد وحيد، مهند مجدي، روان شاب، وطبعا محمد جمال السمير استلام على طول هنا من جانب اللاعب عبد الله السعيد. عبد الله يلعبها حلوه عبد الله، ولكن عبد الله السعيد، ولكن توستر يطلع كوره كان ممكن تكون هدف. شوف 3 و2005 2006 و2009 و2012 و2016 فاز بالكاس مره واحده، وفاز بالدرع في طبعا زامبيا 4. وليد سليمان عدى وليد ومعاه مساحه ويلعبها حلوه قوي. ادي انطلاقه اجاييه يا راجل خلص انت، يا راجل خلص انت اجاييه يا راجل خلص انت بالاول. جونيور اجاييه يلعبها لعبد الله السعيد وتضيع فرصه للنادي الاهلي. بص شوف وليد يا ولد احساس عالي قوي من وليد واجاييه. بص حضراتكم استلم، ما عندوش الثقه رغم انه مسجل. بقول لحضراتكم بدايه من لقاء الاتحاد ولقاء الانتاج ولقاء الطلائع والنصر للتعدين وفي الداخليه والزمالك والانتاج الحربي، ولكن كره لعبد الله السعيد اهو اجاييه، وينزل مكانه مؤمن زكريا. ايضا بيستعد اللاعب كوامي رقم 20 اللي ممكن يدخل في هذه اللحظات، اللاعب الغالي اللاعب اكرام كوامي. لسه اكرام لم يدخل. ركنيه الاهلي، ادي الكره بتعدي، اول كره المؤمن، ولكن على طول الكره حسام غالي على القائم الاول. خطر الهجمه 3 على 3، الضغط هنا على طول، لكن سلام بالك طبعا خطبه كهرباء على ابنه عصام الحضري، يا ولد يشيل
يشيل امامنا دفاع النادي الاهلي. كره خطره جدا، كره خطره جدا، كره خطيره هنا. وكانت الكره، لكن يا ولد يا محمد يا نجيب، الكره كانت من جانب اللاعب تيمبو هجمه النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم يكون اسرع، لازم يسجل في هذه اللحظات. 63 دقيقه. وليد وادي امامنا هنا التعليمات. احمد ايوب بيدي التعليمات. كوليبالي. النادي الاهلي صعوبة الانطلاق المتوقع امام جماهيره النهارده الحاضره. ادي انطلاق يا ولد، عدى، ارفع عينك والعب العرضيه. احمد فتحي يلعبها حلوه، العب يا وليد. ولكن هنا وليد وكوليبالي الاثنين اتكلوا على بعض، تضيع الفرصه وتضيع المحاوله مره ثانيه. ادي الضغط والاستلام البديل. اترام كوامي نزل مكان نايندا. شوف المساحات هنا، اتضرب في هذه الكره النادي الاهلي. عمرو السوليه يا ولد يا عمرو، غطى كره صعبه جدا. حسام غالي تحرك المره دي من جانب وليد على القدم اليمنى. وليد ماذا تفعل يا وليد؟ بتعمل ايه يا وليد يا راجل؟ روح. ووليد امامنا نتمنى سلامه، لانه وقع في الكره دي على نصيب. هنستنى هننتظر. ادي امامنا هنا التبديل. ادي التبديل اللي كنا يعني بنتوقعه. هيطلع حسام غالي رحيل وكندي ماسوندا. صبري رحيل ماذا تفعل يا صبري؟ يا صبري عليك طال. ولكن صبري رحيل في اللقطه الماضيه كان ممكن يعني لو كندي ماسوندا راح كانت تبقى خطر جدا. الحاجات دي لازم جدا. الفريق نادي زناكو. كره ركنيه. شريف اكرامي على طول يطلع كره ملعوبه بذكاء ودهاء. ولكن بقى هنا شريف اكرامي خير خلف لخير سلف. طبعا يعني كابتن اكرامي وحش افريقيا، راس المرمى في النادي الاهلي دائما وابدا. ادي امامنا شريف للمره الثانيه. الراجل بيلعبها له للمره الثانيه، ولكن شريف يطلع بكفاءه وبراعه كبيره في اللقطه الماضيه. كره من سكالا ركنيه ماكره من سكالا على القائم الاول. كره مره ثانيه سكالا، لكن يطلع كوليبالي. النادي الاهلي في راس المرمى عبد الدين حميده. الوداد القطن الكاميروني زناكو والنادي الاهلي. وادي الكره ترجع. صبري رحيل. صبري يلعب العرضيه. صبري رحيل. الكرات العاليه. كوليبالي. شوف امامنا هنا عدم تفاهم في اللقطه الماضيه. كره وهجمه سريعه خطره جدا. الهجمه المرتده. هجمه مرتده، لكن على طول راجع المره دي صبري رحيل. عمل تغطيه كويسه. برافو. تتويج باللقب. شوف الجديه والصرامه اللي عنده حسام البدري، واللي بيحاول ينقلها للاعبين في هذا الوقت الصعب. ادي امامنا احمد فتحي. الكره العاليه وعلى طول لمسه وراسيه. كوليبالي يا ولد يا حرام عليك يا كوليبالي. كرة على طول رجعها حلوة قوي عبد الله السعيد الى كوليبالي. ولكن كوليبالي ضيع فرصة لا تضيع. حتى انت يا كوليبالي غير موفق في هذه المباراة. ضيع هدف في الدقيقة الثانية. قلنا خلاص هيسجل سليماني كوليبالي الهدف الاول الافريقي ليه مع النادي الاهلي مع المارد الاحمر ومع قلعة البطولات، ولكن يضيع كوليبالي. هدف لا يضيع. كرة احمد فتحي ملعوبة حلوة قوي والتريحه روعه. ادي عبد الله السعيد. كوليبالي جت وراه، لكن الراجل استلم. يا راجل خلص الحاجات دي بقى بسن الجزمه. قوتك اركنها، اعمل اي حاجه، المهم تفنش بقى. عبد الله السعيد بيدي هديه لكوليبالي، وكوليبالي الغير موفق النهارده. لو كان موفق في واحده من الكرات الاربعه اللي اتيحت ليه كان الاهلي النهارده يعني ضمن الثلاث نقاط. ولكن حسام البدري غاضب في هذه اللقطه. امامنا هو واضح رده الفعل. عدي يا وليد. العب لعبد الله. يلعبها لعبد الله. يلعب العرضيه. شيل يا عبد الله عرضيه. عمل عرضيه، ولكن يطلع الدفاع وركنيه مع اللحظات الاخيره من اللقاء. النادي الاهلي بيضغط الاعصاب والتوتر والدعوات في هذا الوقت الصعب من المباراه. وركنيه على طول عبد الله السعيد يلعبها عاليه وراسيه، لكن كوليبالي النهارده مش موفق. على طول كره عاليه. كوليبالي يلعب على طول. كوليبالي ترتد الكره. احمد فتحي يلعبها على طول عاليه. يلا وليد استلم. وليد يا وليد مش يومك يا اهلي النهارده. ادي وليد سليمان كان ممكن يستلم ويروح ويضمن، لكن وليد سليمان يلعب الكره اللي تمر الى خارج الملعب. ليس يوم النادي الاهلي النهارده في ظل هذه الفرص اللي ضاعت تبعا. زناكو الفريق اللي قدم مباراه طيبه من زامبيا، والنادي الاهلي اللي ضيع الفرص تباعا النهارده في لقاء اليوم. غاب التوفيق عن النادي الاهلي فغاب الانتصار، ولكن نقطه في هذه المباراه بعد التعادل السلبي في لقاء الجوله الاولى ضمن مرحله المجموعات دوري ابطال افريقيا 2017. الاهلي سحب الارقام القياسيه ب8 القاب امام زناكو في اول تجربه في مرحله المجموعات.